بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة عندنا فعلين من الأفعال المهمة أو المشهورة عندي في اللغة الإنجليزية، فعل remember والفعل remind. remember بمعنى يتذكر، أما remind بمعنى يذكر. يعني أفهم من كده إن كلمة remember يتذكر من تلقاء نفسه، يعني هو اللي بيفتكر لوحده. زي المثال اللي أنا قلت عليه كده، I remember my first day at school، يعني أنا بتذكر أو فاكر أول يوم ليا في المدرسة. يبقى remember هنا جاية بمعنى يتذكر من تلقاء نفسه. ممكن استخدمه كفعل أمر، أو remember to lock the door، يعني افتكر أو تذكر إن أنت تقفل الباب، وبيجي وراها حرف الجر to، بيجي وراها مصدر. وبرضو ممكن استخدمها كمان remember to do your homework، افتكر ان انت تكتب واجبك او تذكر كتابة واجبك. اقول I remember doing my homework، في البداية قلنا to زائد المصدر، وده بيتذكر من تلقاء نفسه ان يقوم بفعل شيء، يعني حاجة لسه ما اتعملتش وبيفتكر يقوم يعملها. انما لو قلت I remember doing my homework، يبقى remember هنا جاي وراها verb ing، يبقى بيقول انا تذكرت كتابة الواجب، يعني هو عمل الواجب بالفعل وتذكر كتابته له. I remember meeting here last year، يعني انا افتكرت مقابلتي لها السنة الماضية، يعني حدث تم بالفعل وانتهى وانا افتكرته او تذكرته. يبقى remember ممكن يجي وراها to زائد المصدر او الانفينيتيف او verb ing. to زائد المصدر يعني افتكر ان هو يقوم يعمل شيء، تذكر يقوم بيه او يعمله، يعني الشيء ده لم يتم بعد. اما لو انا قلت الفيرب في ing يبقى الحدث تم بالفعل وانا بفتكر القيام بيه او ان انا عملت الفعل ده قبل كده. طب كلمة remind بمعنى يذكر، هنا محتاج حاجة تفكرني. يعني يذكر ممكن يكون شخص هيذكرك بالحاجة ديت او بالفعل ده او شيء، يعني محتاج هنا شخص او شيء علشان يفكرك او يذكرك بعمل الشيء. زي ما اقول she reminded me to bring my book، يعني هي فكرتني ان اجلب او احضر معايا الكتاب بتاعي، يبقى هنا محتاج فاعل بيفكرك. This song reminds me of my childhood، يعني بيقول الأغنية دي فكرتني بأيام الطفولة، يبقى هنا برضو شيء زي الأغنية بتفكرني بأيام الطفولة. My mother reminded me to do my homework، يعني أمي فكرتني أو ذكرتني بكتابة الواجب. يبقى الفرق ما بين remember و remind إن remember بيتذكر من تلقاء نفسه، أما remind محتاج شيء أو شخص يفكرك بالقيام بفعل الشيء. وده كان الاختلاف اللي ما بين remember و remind.